مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة من كلام جرايد. اسمحوا لي في البداية أنعي كل شهدائنا الغاليين. طبعا 18 مجند وضابط استشهدوا امبارح على الحدود المصرية الإسرائيلية في منطقة رفح الحقيقة. وبندين طبعا الهجوم الإرهابي اللي حصل في هذه المنطقة الحدودية، يعني وبنشجب وبندد فعلا بها بكل ما أوتينا من قوة. رحمة الله عليهم. خلينا النهاردة معاكم نكون بنركز قوي على الموضوع ده في جرايدنا، واحنا بنفرد معاكم الجرايد وبنشوف العناوين النهاردة اللي ذكر فيها هذا الأمر. لكن اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة أسماء جيوشي، مدرس الإعلام كلية الآداب جامعة المنصورة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك، وبكرر طبعا نعي وحدادنا جميعا على شهدائنا الأبرار، وبإذن الله لن يمر هذا دون عقاب إطلاقا، لأن دمائهم جميعا في رقبتنا. أكيد مصر كلها يمكن حزينة فعلا يا دكتور على هذا الحدث. يعني أنا عارفة طبعا حضرتك متأثرة جدا من هذا مصر الموقف. الأمن والأمان، ولا يمكن إطلاقا في وقت زي توقيت رمضان ووقت الفطار وشهدائنا اللي بيحرسوا الحدود وبيقوموا بواجبهم على أكمل وجه ممكن، تاركين خلفهم أسرهم وحياتهم. شباب مصري وظيفتهم حماية الحدود، يكون جزائهم في لحظة. يعني ليس هم من تخلوا عن الواجب، ولكن هم في حالة يعني حفاظ دائم على الوطن، فيكون يعني دمائهم بهذه البساطة وكأنها ليست دماء، وكأنها مياه، وكأن يعني اسمحوا لي أنا طبعا يعني الموضوع أكبر من قوة استيعاب أي فرد مصري. صحيح. لأنه يعني لا يمكن إطلاقا أن تكون حدودنا مستباحة إلى هذا الحد. طبعا لا يمكن أن تكون حدودنا مفتوحة لكل طرف من الأطراف ليأتي ويذهب دون أي مساءلة أيا كانت. لا يمكن إطلاقا أن تكون الحدود المصرية في أي طرف، في الشمال أو الجنوب أو الغرب، في منطقة سيناء التي سال على أرضها دماء آلاف الشهداء، لكي نستعيدها مرة أخرى تكون بهذا يعني بهذا السياج الأمني. ولأهمية الموضوع طبعا يا دكتور، والحزننا الشديد جميعا عليه، ومصر كلها النهارده يعني فعلا مصر النهارده فيها السواد. 18 ميتم حقيقي. فيها دفن شهداء، وفيها أسر بالكامل لن تستطيع أن تكمل أيامها بدون دموع. جميعنا يعني كلنا في هذا الوطن إخوة. لا يمكن إطلاقا أن يمر علينا مثل هذا الحدث بدون أن نتوقف وبدون أن نطلب القصاص العادل. صحيح. من جميع من تورط أو قصر. وقد توعد فعلا رئيس الجمهورية، وتوعد كمان المجلس العسكري برد الاعتبار، وسريعا الحقيقة اتقال كده، واحنا في انتظار هذا الرد السريع. خلينا نبتدي مع حضرتك وأول خبر معانا من جريدة الجمهورية. المانشات الرئيسي طبعا بيتكلم عن موضوعنا، بيقول استشهاد 16 ضابطا وجنديا وإصابة 7 في هجوم إرهابي برفح. العنوان الفرعي بيقول الرئيس الحادث لن يمر دون عقاب، ومرتكبه سيدفعون الثمن غاليا، وسترون اليوم كيف يكون رد الفعل. اسمحي لي، لما ظهر الرئيس مرسي أمس لكي يقدم الواجب العزاء ولكي يوضح هذا الأمر في التلفزيون، طبعا كانت لفتة منه، ولكنه واجب في بداية الأمر وفي نهايته. مسألة أن يمر مثل هذا الحادث بدون أي مساءلة وبدون أي تحقيق على أوسع نطاق، هذا يهز بالتأكيد هيبة مصر داخليا وخارجيا، يفتح الباب على مصراعيه لجميع العناصر الخارجة على القانون لكي تأتي ويصبح لها مكان داخل مصر. المشكلة الأكبر أن هناك بعض المصادر المؤكدة أظهرت أن من وراء هذا الحادث هم عناصر جهادية تسللت من غزة. يعني أنا عايز أتوقف عند النقطة دي. يعني إزاي هذه العناصر تسللت، وهل المعابر سهل اقتحامها بهذه السهولة؟ المعابر والأنفاق بين مصر وغزة متاحة بطريقة إنسانية، بمعنى أنها تقوم بنقل الطعام والدواء والمتطلبات اللازمة للحياة الإنسانية الكريمة في غزة، كنوع من الأخوة بين المصريين وبين الفلسطينيين، وكواجب مصر كعلامة عربية بين الدول جميعا لها معرفة كاملة بظروف الفلسطينيين، وبالتالي نحن نقدم أيدي المساعدة الإنسانية إليهم. فبالتالي هذه الأنفاق وهذه المعابر تقوم بنقل
هذه المعدات اللازمة الإنسانية لكي نقوم بمساعدة إخواننا نقدر نقول تم استغلال الجهة الإنسانية أو فتح المعابر بشكل إنساني لها خلفية من وقت الثورة، من البداية الأولى لثورة 25 يناير عندما تم اقتحام السجون وتسلل بعض عناصر الإجرامية التي كانت موجودة داخل السجون بعض أصابع الاتهام بتشير إلى عناصر من تم الإفراج عنهم مؤخرا. للأسف هناك علامة استفهام كبيرة حول هذا الموضوع، لأنه أولا أين ذهبت هذه العناصر التي كانت بالفعل داخل السجون المصرية وتم اتهامها وعليها أحكام، وبالتالي فهي مطلوبة للعدالة بصرف النظر عن مدى براءتهم أو مدى جدية الاتهام. ده موضوع وده موضوع آخر. إنما هم مطلوبين لدى العدالة المصرية. أين هم؟ ثانيا، إذا كان هناك بعض المعلومات المؤكدة بأنهم بالفعل يحتلون مناطق في سيناء منذ بداية الثورة وحتى الآن، فلماذا لا يتم مطاردتهم أو حتى التحفظ عليهم لمعرفة مدى تورطهم في مثل هذه الجرائم أو في مثل هذه العناصر الجهادية التي يمكن أن تستغل وجودهم؟ طبعا بس اسمحي لي، احنا طبعا كلنا بنقول تكهنات، لكن مفيش أي حاجة مؤكدة إلى حين التحقيق في الأمر. بعض الأصابع كمان بتشير إلى جماعة التكفير والهجرة، والبعض الآخر بيلقي اللوم على عناصر جهادية عالمية لها صلة بالقاعدة، تنظيم القاعدة، لأنها رصدت بعض وكالات الأنباء العالمية تواجدهم في منطقة سيناء. وفي نفس الوقت هناك بعض المصادر التي أكدت النوع من التعاون بين العناصر تنظيم القاعدة وفي نفس الوقت العناصر الجهادية الأخرى التي تسللت من غزة أو التي تنتمي إلى الجهاد أو حماس. لكن مكتب حماس أصدر بيانه بأنه ينفي تماما صلته بالحادث. فبالتالي هناك يعني رغبة قوية من الفلسطينيين بإبعاد مثل هذا الحادث عنهم، لأننا يعني لا يمكن أن يقوموا بالاقتحام الحدود المصرية التي تقوم بالتعاطف الكامل معهم وبالمساعدة من جميع النواحي، ثم يعني شهداء مصريين. نحن لا نقتحم حدود إسرائيلية، نحن نقتحم حدود مصرية. صحيح. ما حدث ليس مدرعات إسرائيلية، المدرعات التي تم مهاجمتها هي مدرعات مصرية، والشهداء شهداء مصريين. فبأي عقل وبأي منطق يتم مهاجمتهم تحت مسمى الجهاد أو تحت مسمى التكفير والهجرة أو تحت أي مسمى؟ على العكس تماما، في مسماهم وفي معرفتهم الجنود الحدود المصريين هؤلاء يعتبروا في مهمة جهاد في سبيل الله، لأنهم يحاولون أن يحموا الحدود المصرية، حماية بلدهم طبعا. صحيح. فبالتالي هي مهمة سامية جدا حتى في تفكيرهم وفي خلفياتهم المعرفية. هم ينضمون تحت لواء الجهاد، فبالتالي لا يمكن إطلاقا أن يتم مهاجمتهم تحت أي بند ولا تحت أي شريعة ولا تحت هؤلاء أي المجرمين مسمى. يمكن قيل ان هم سرقوا مدرعتين للجيش المصري بعد ما تعدوا عليهم وحاولوا ان هم يقتحموا الحدود الإسرائيلية لعمل عمليات إرهابية. بقية الخبر بيقول الجيش الإسرائيلي يقتل 4 من الجناة خلال مهاجمة معبر كرم أبو سالم. ورغم ده ورغم انه هو في المعلومات نقطة مهمة يعني لابد من الإشارة إليها، اللي هي ازاي ان الجيش الإسرائيلي قام بضرب المدرعة من خلال طيران مدني، وهذه المنطقة على تواجدها في اتفاقية كامب ديفيد لا يمكن أن يتواجد فيها أسلحة ثقيلة ولا يمكن أن يكون فيها رفع درجة عليا من الأسلحة والمعدات، لأن هناك في اتفاقية كامب ديفيد تحديد للمناطق الموجودة في سيناء التي وعدد الجنود المتواجدين فيها من الطرفين، من الجانب المصري ومن الجانب الإسرائيلي. فبالتالي إذا كان مصر هي الوحيدة التي ملتزمة في هذا الجانب بعدد الجنود وبكيفية الأسلحة والمتاح منها، فبالتالي كيف يمكن أن يتواجد مثل هذا الدفاع الإسرائيلي ضد مدرعة مصرية في هذه المنطقة بهذه السرعة وبهذا التعامل؟ مشكلة كبيرة جدا أن يقوم الجيش الإسرائيلي في نفس هذه اللحظة التي يعني يقوم فيها الجيش المصري بإفطار، وهذه اللحظة تقوم فيها الطيران الإسرائيلي بضرب المدرعة. فبالتالي يعني هناك علامة استفهام، هل كانت المخابرات الإسرائيلية على علم بمثل هذا العمل الإجرامي؟ هل كانت بالفعل
هو على استعداد واضح انه كان ولا في فكره، فعلا؟ لانه قبلها بايام قليله يمكن بيومين تقريبا اسرائيل نشدت كل مواطنيها اللي في دي سيناء ان مشكلة. هم تمام. يرحلوا عن سيناء، فواضح ده انه كان في معناه ايه فكره بقى؟ مسبقه، ويمكن ده ادى الى بعض الشكوك في اسرائيل. طب وده ما يلقيش الظلال على الملثمين اللي تم محاصرتهم او اللي تم مهاجمتهم وضربهم من خلال الجانب الاسرائيلي؟ الى اي مدى يمكن ان يكون التعامل بين اسرائيل وبين هؤلاء الملثمين؟ المعلومات المخابراتيه التي اتت اليهم لماذا لم تصل الى المخابرات المصريه؟ نحن نعلم جميعا، يعني اعتقد، اسمحي لي ان ده سؤال احنا نساله لانفسنا وليس للجانب الاخر، يعني اين كنا من المعلومات دي؟ وحتى ان كانت معلومات ولو في مجال الاشاعات لازم نتقصى الحقائق. ومعلومه زي ان الجانب الاسرائيلي يحاول ان يناشد مواطنيه ان يرحلوا من سيناء. يعني معلومه لازم ده كان يثير الشكوك جدا، وايضا البحث. يعني لسنا فقط امام ان احنا بنشك في الجانب الاخر، لكن احنا نبحث كمان ونامن المنطقه تامين زياده طبعا. وبعدين ازاي ان مدرعات مصريه بالبساطه دي يتم ما هو يعني خلينا نقول انه كمان جنودنا يعني الشجعان اخذوا غدرا، لانه كان في وقت الفطار، لانه كان وقت الفطار أكيد. الناس كانت بتفطر كمان، فالحقيقه اللي اختار التوقيت كان انسان يعني مش قادره اقول حتى بلا ضمير. يعني انا بعد اذن المخرج وبعد اذنكم انا عايزه اخد الخبر اللي في الجمهوريه اللي بيربط نفس الموضوع عشان ما نخرجش بره موضوعنا، اللي هو بيقول ايادي الارهاب تحرق سيناء، استشهاد واصابه 23 من قوات حرس الحدود في هجوم اجرامي اثناء الافطار. عايزه اتوقف عنده. طبعا مرحله الارهاب وكاننا بنعود مره اخرى للخلف، وكاننا بنعود الى الحرب مع الارهاب مره اخرى بلا استقرار، وكان مصر الان اصبحت في ايدي الارهابيين. لا يوجد هناك اي دافع او رادع يمكن ان يحجم مثل هذه الاعمال الا فعلا تفعيل القانون على اوسع نطاق. فلا يمكن اطلاقا ان يتم مع تعامل القوات المصرية، سواء كانت القوات المسلحة أو قوات الشرطة، مع أي فرد من أفراد المواطنين المصريين، سواء كانت داخل سيناء أو داخل جميع الحدود المصرية، من منطلق حقوق الإنسان، رغبة منا في تحقيق وإعلاء شأن هذا الأمر فوق الأمن القومي. لابد في هذه المرحلة من رفع حالة الاستنفار القصوى لجميع القوات المصرية المسلحة وقوات الشرطة. بما انك قلتي الحالة القصوى، بقية الخبر او السب تايتل بتاعه او العنوان الفرعي بيقول: مرسي في اجتماع طارئ مع قادة الجيش، الجناه سيدفعون الثمن وسنرد بكل قوة، القوات المسلحة تستعد لعملية عسكرية واسعة لتطهير أرض الفيروز من الإرهابيين. يعني سمعنا أنه طبعا الجيش الثالث في حالة تأهب قصوى وفي حالة طوارئ، عايزين نتوقف عند هذه النقطة. طبعا أول خطوة عملها الرئيس مرسي أنه هو اجتمع مع القيادات الأمنية على مستوى القوات المسلحة ومستوى قيادات الشرطة والأمن المركزي، لأننا كما نعلم في اتفاقية كامب ديفيد هناك مناطق في سيناء مقسمة ما بين القوات المسلحة فقط وما بين الأمن المركزي فقط، فبالتالي لابد من التعاون الكامل ما بينهم لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة غالية على قلوبنا جميعا. فأول اجتماع كان له بعد الحادث الأليم كان مع القيادات العليا الأمنية والقوات المسلحة، وتحديد الخطة الأمنية التي يمكن من خلالها تطهير كل شبر في أراضي سيناء الغالية علينا جميعا. وبالتالي هذه الخطة الأمنية جعلت استنفار الحالة القصوى للجيش بكامله، ولكن أنا أطالب بتحقيق واسع النطاق على جميع مناطق الجمهورية، لأنه ربما تسللت هذه العناصر الإرهابية من سيناء إلى باقي داخل مصر المصرية. فبالتالي صحيح. هناك يعني فرصة كبيرة جدا أنهم يقوموا بتجميع خلايا سرية أو يقوموا جملة حضرتك قلتيها إن كانوا هم فعلا من بعض العناصر اللي تم الإفراج عنها، فلازم أن يتم مراقبة هؤلاء أو أخذ أي موقف. إنه إذا كانوا فعلا من هذه العناصر فهناك شبكة داخل مصر تعاونهم، لأنهم لن يمكن أن يتحركوا بمثل هذه الحرية ويظلوا في منطقة ثم يتحولوا إلى منطقة أخرى ثم يذهبوا إلى سيناء وربما يعودوا مرة أخرى إلى داخل الأراضي المصرية بدون أي عقاب. هذه الحرية تعني أن هناك اختلاف
نوعي ما بين الأفكار الأساسية للشرطة والقوات المسلحة في طريقة التعاون والتعامل مع هؤلاء العناصر الخارجة على القانون في هذا التوقيت الحاسم في تاريخ مصر. لابد أن تتغير الخريطة الأمنية. صحيح. لابد أن يعلم المواطن أن هذا من أجل مصلحته. مسألة افتقاد الثقة التي حدثت ما بين الشرطة وما بين الشعب، أو مسألة الاختلافات طب يعني أنا بس التفاهمية لافت دي نظري في الخبر اللي مشكلة. قريناه يعني يا دكتور إنه القوات المسلحة بتستعد لعملية عسكرية واسعة لتطهير أرض الفيروز من الإرهابيين. هل إحنا كنا منتظرين عمل إرهابي عشان نقوم بتطهير أرض الفيروز من الإرهابيين؟ لا، هو للأسف احنا